أهلا بيكم. النهاردة بنجاوب على سؤال جدلي ومنطقي جدا بيدور في بال ناس كتير، وهو إزاي بتحددوا نوع العسل؟ إزاي بتكتبوا على العسل زهور الموز موز، وزهور الموالح زهور البردقوش، زهور حبة البركة، وهكذا. سريعا هنشرح لكم إيه خلية النحل. خلية النحل عبارة عن صندوق خشبي سهل بعد ما نقفل الباب بتاعه، سهل نقله من مكان لمكان. وضروري من مهارات النحال الأساسية إنه بيبقى عارف أماكن تمركز الزهور المختلفة في أنحاء الجمهورية. كمان ضروري بيبقى عارف مواعيد تفتح كل نوع زهور. عندنا مثلا زهور الموالح بيتفتح بداية من نص شهر 3، والزهور بتقفل أو بتختفي أو بتخلص في 10/4 تقريبا. ومسافة ما الزهور بتنتهي بيكون كده خلاص الموسم انتهى، والنحال بيفتح خلايا النحل بيلاقيها مليانة بعسل زهور الموالح بعد ما ينقل خلايا نحله وسطها. والنحل عامة بيقدر يرعى على مساحة نص قطر 3 كيلومتر داير ما يدور من المحيط اللي هو فيه. بنفتح خلية النحل بنلاقيها مليانة بعسل النحل المعروف مسبقا من حيث طعمه ولونه وريحته إن ده عسل زهور موالح، وبناء عليه بنقدر بسهولة نحدد نوعية كل نوع عسل. وبعد ما المرعى بيخلص بنقدر ننقل خلايا النحل تاني إلى مرعى تاني بتبتدي تفتح الزهور فيه، وليكن نوارة البرسيم بتتفتح في آخر شهر 4، بتتفتح تقريبا بداية من 25/4، بتستمر لحد آخر شهر 5 خالص، أو في بعض الأحيان وفي بعض الأماكن بتستمر في لحد نص شهر 6. وهكذا النحال بينقل نحله من مرعى لمرعى لمرعى، وكل مرعى بيطلع عسل النحل المراد بيه. طبعا عسل النحل ما بيبقاش مركز بنسبة 100%. وارد جدا ان النحل جنب الزهور المتفتحة اللي بتركيز عالي يجيب من اي زهور تانية مفتحة، بس بتبقى بنسبة ضئيلة جدا وبنسبة بسيطة جدا. لكن التركيز الأساسي بيبقى للزهور اللي كلها مفتحة بغالبية كبيرة في المكان. شكرا.